عاوزة تعرفي ايه هي حقوقك القانونية كزوجة بعد الطلاق؟ تعالي اقولك الخلاصة. مبدئيا كده لازم نكون عارفين ان الحقوق تنقسم لكذا حاجة اساسية. اول حاجة مؤخر الصداق، وده المثبت في قسيمة الزواج وبيستحق بمجرد وقوع الطلاق. بعد كده نفقة العدة، ودي نفقة لمدة 3 شهور اللي هي فترة العدة. بعد كده نفقة المتعة، ودي بتكون تعويض عن الطلاق وتقدرها المحكمة بحد أدنى 2 من قيمة النفقة الشهرية، وممكن تزيد حسب مدة الجواز. بعد كده قايمة المنقولات الزوجية، ودي حقك بالكامل وبتسترديها زي ما هي أو قيمتها لو مش موجود. أما لو في أطفال فالحقوق بتزيد، زي أجر المسكن أو التمكين من مسكن الزوجية بصفتك حاضنة، وزي نفقة الصغار، ودي بتشمل مأكل وملبس ومصاريف تعليم وعلاج وبدل فرش وغطا وأجر حضانة وأجر رضاعة. وأخيرا القانون موجود علشان يحمي حقوقك، اللي أهم حاجة تكوني عارفاها كويس. لو عندك أي سؤال قانوني محدد سيبهولي في الكومنتات، وهعمل فيديو شرح مفصل للرد عليه.